الناس اللي بتشتكي من ريحة البق، انا جبت وصفة النهاردة حلوة قوي ومتجربة، وناس كتير عملوها وشكروا فيها وجابت نتيجة حلوة قوي. فهنعملها كده مع بعض الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم. تتعمل في ثانية الا ثانية، حاجة كده ما بتاخدش وقت خالص. قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن ريحة البق دي بتبقى ممكن من المعدة، من السنان، من اللثة، ايا كان بقى، على بال بقى ما نشوف ونتعالج. وساعات الواحد بيبقى محرج من حاجة زي كده، ففي ساعتها دي الحل ده في يعني في ساعتها على طول بيغير ريحة البق تماما، وبيعقم اللثة والسنان واللسان. هي عبارة عن كوباية مية ومعلقة ملح، وتتغرغري او تتغرغر بيها البق شمال ويمين، كل البق، وتاخد حوالي نص، يعني لو تقدر تخليها نص دقيقة، يعني تاخد وقت شوية في البق تمضمض. الوصفة دي غير ان هي بتخلي البق ريحته حلوة، لا ده ممكن كمان هتعقم اللثة وهتعقم السنان، واي بكتيريا في البق هتقضي عليها. جربوها يعني يعني ممكن مرة في اليوم او ممكن مرتين، هي مش هتتعبكم او حاجة. التحضير بتاعها ما بياخدش حاجة زي انا ما عملت كده. عايزين بقى حاجة اقوى، وعايزين بقى حاجة أقوى من المية والملح، الليمون. الليمون نعصر نص ليمونة على الكوباية دي ونتمضمض بيها كويس جدا. يعني مش مجرد ما نحط بق في شوية مية ببقنا ونتفوهم وخلاص، لا، تاخدي أو تاخد البق بتاع المحلول ده وتلفوا بيه بقكوا رايح جاي رايح جاي، وتتغرغر بيها من الزور، لان ممكن برضو يكون في احتقان في حاجة في الجيوب الانفية. يعني تلفوا بيها بقكم كويس قوي قوي، تتمضمضوا بيها كويس جدا. الليمون برضو حاجة اقوى بقى، يعني دي حاجة اقوى منها. الليمون نص ليمون على الكوباية دي اقوى من المية ام ملح بس. يا رب كده الوصفة تعجبكم وتجيب نتيجة معاكم حلوة، وتدعوا لي دعوة حلوة. ربنا يحسن كده ما بين ايديكم. ومع السلامة، فيديو جديد.